السلام عليكم. تقبل الله صيامكم وهنيئا لكم فطوركم، وأحييكم اليوم وأقدم لكم معجنات الدونات. احنا قلنا نسويها بناء على طلب أولادنا حتى نشجعهم على الصيام، وإن شاء الله يمكننا عليه أنه يكونون هم يصومون ويانا ونكون قدر المسؤولية، والله يحفظ أولادكم كلكم ويحفظكم. الدونات المكونات مالته العجينة، هسه راح نحكي على العجينة مالته. 4 أكواب، الكوب هو هذا قياس ماله. 4 أكواب طحين، 1.5 كوب حليب شوية يكون دافي، ونخلي بيه الخمرة إذا باودر خاشوقة، وإذا قوالب نص قالب. نص كوب سكر يعني شكر. بيضة واحدة هذه. خاشوقة مال شاي، ملح، وخاشوقة مال كوب فانيلا للنكهة. نص كوب زبدة سايحة أو مايعة نذوبها احنا. هسه نراويكم طريقة العجن مالتها. العجان ممكن واحد إذا يقدر يسويها بالإيد يعجنها مو مشكلة، بس بالنسبة لي أنا أسويها بالماكينة أروح لي. أول ما أدير الخمرة والحليب، أشغل الماكينة على البطيء أول مرة، أدير الشكر حتى يلحق يذوب، أحاول أديره على الأطراف حتى وسط المي لا يبقى بالنص. بعدها أدير الفانيلا والملح، كملت تمني. أبدي أدير الطحين شوية شوية، بعد ما أدير الطحين أدير الزبد، مو كل الطحين أديره، أدير الزبد حتى يتلابس، والبيضة أطبها ورا ما أدير لي شوية طحين. البيضة أخذها، أكمل على الطحين كله. أترك العجينة دقيقتين تنعجن، وبعدين أخليها بماعون، ونراويكم الخطوة الجاية إن شاء الله. أعزائي، بعد ما ضفنا لها فد نص كوب طحين حتى تتلابس العجينة وتصير كتلة واحدة، نشيلها نخليها بهذا الماعون وشوية ندلكها حتى تتلابس بشكل صحيح، ونغطيها ونتركها نص ساعة إن شاء الله، مكان شوية دافي حتى تختمر العجينة، وإن شاء الله نشوفكم بعد نص ساعة. أعزائي، بالأخير صارت العجينة بعد ما عجناها بهالشكل هذا. طبعا الطحين حسب الحاجة احتاجينا شوية فد نص كوب حتى تتماسك وتصير كتلة واحدة بهالشكل هذا، ونضمها بالفرن أو بأي مكان. طبعا ما نشعل الفرن طافي، خليها لأن المكان دافي وما يدخل له هواء. نخليها نص ساعة، ورا نص ساعة إن شاء الله نراويكم ايش راح نسوي. أعزائي، احنا نستغل الوقت نص ساعة نحضر الصوص مال تزيين الدونات. ممكن تزيينه بالسكر الناعم، موجود سكر ناعم مطحون يعني يزين فوق، يتخلى فد منخل صغير أو مصفي مال شاي سيني.
ونطش فوقه يتوزع على الدونات. وممكن بالصوص مال الكاكاو اللي هو هسه راح نسويه احنا، او ممكن باي مواد تزيين الكيك الملونه يعني انتم حسب. وممكن تضيفوا له مكسرات، لوز، جوز، تقطعوه لصغار وتخلوه انتم شلون يعجبكم سووها. هسه احنا راح نسوي مقادير الصوص اللي راح نسوي اياه للعجنه مالتنا. كوب حليب، نص كوب زبده سايحه او ذايبه او مايعه، ثلث كوب كاكاو باودر، بيضه واحده، نص كوب شكر. اول ما طبعا بهذا الوعاء اخليه وافتح الطباخ على 6 على اعلى شيء. اول ما اخلي الحليب انتظره لما يفور، ادير الشكر. هسه ننتظره لما يفور وابدي اخلط بيه بهالشكل هذا. بعد الشكر اضيف الزبده واطرق البيضه فوقاهن. اخر شيء اضيف الكاكاو على مود اللون والنكهه. وان شاء الله هسه بس يفور المي، العفو الحليب، اراويكم يعني. زين نلاحظ هسه الحليب، الكوب الحليب بدا يفور. اول ما اضيف الشكر استغل الوقت حتى يذوب الشكر بيه، وابدي اخوط بيه اول مره على كيفي. ورا فتره يعني في الدقيقه واحده اضيف له الزبد وابقى اخوط بيه. نعم ابدي ابقى اخوط بيه ايضا في الدقيقه الاخ. بالتالي اضيف للبيضه اطقها عليه، هم اخوط بيه في الدقيقه. اخوط البيض شنو فايدته؟ حتى يتماسك السائل ويسوي قوام سميك، يعني الى ثخين شويه. هسه اقدر اضيف الكاكاو اللي هو ثلث كوب، وابدي اخوطه بالمطرقه اللي هي هذه بالايد، خلاطه. ابدي اخوط بحيث ما اخلي هاي الكتل الموجوده هنا. واذا فار اقلل الحراره مالته شويه، اخليها على النص يعني على 3. ابدي اراقبه واخلط اني الى ان شوي شوي يتماسك ويصير سائل ثخين. ان شاء الله بس يصير سائل ثخين اراويكم يعني. زي كملنا الصوص. هسه راح نتركها تبرد. بعد ما نستخدمها من ويا الدونات، واذا زاد عندنا ممكن نستخدمها لتزيين الكيك او اي معجنات اخرى. بعد ما اختمرت العجينه اعزائي نطلعها ونحاول نمدها بالشيبل. اول مره نطش شويه طحين هنا حتى لا تلزق. تعذرون عندي اسوي على السينك لانه الميز مشغول هسه والاولاد ينتظرون الفطور. طلع العجينه اسويها في شكل نظامي، لو مربع لو دائري، حتى تنمد بشكل نظامي. طبعا محضر لي اني صينيه هنا هم عليها طحين شويه مرشوش، حتى الاشكال النهائيه اخليها بيه اللي جاهزه للشوي. بدل هذا اللي عنده طلع صوت يوصوص. خلينا نشوف الثاني نجربه، اعتقد احسن هذا.
تلاحظون احاول امدها اسويها بمستوى واحد كلها. هسه بعد ما مدينا العجينه بهالشكل هذا، هسه راح نقسمها الى قوالب. القوالب عندنا موجوده متوفره بالسوق اشكال. اكو مثلا هذا القلب بنصه، مو شرط الا دائريه. اكو شجره على شكل بيت، على شكل حيوان، مثل هذا البطريق، طائر البطريق. وبالنص مالتهن اذا ما موجوده بالنص اقدر استخدم قبق مال الكولا او البيبسي، واذا ماكو مال فانتا مال 7 هم يصير نفس الشيء. هسه احنا شو نسوي بالبيت؟ نستخدم هذا الجلاس للاطار الخارجي، المحيط الخارجي، ونستخدم للسنتر مالتهن هذه القبق مال الكولا لحفرهن. طبعا احاول اول مره افتح الحلقات الكبيره واستغل اكثر قدر ممكن من هالدائره هذه او هالعجينه هذه. هسه ابلش اضغط فرها فره صغيره، خلصت هذه اشيل ايدي اسوي اللاخ بصفها. احاول قدر الامكان ما اضيع مساحات كبيره. ورا ما اكملهن كلهن اشيل العجين الزايد هذا. اعزائي كملنا حفرهن بالقلاص للحلقه الخارجيه، ممكن تسوي حلقه اكبر. هسه اشيل الجوانب مالتها بسهوله، الم العجينه مالتهن. اخذتها وراح اعجنها مرتلوخ. اسويها شنقه، وممكن اسوي العمليه نفس الشيء مرتلخ. هذه كملت من عندها، اتركها هنا ترتاح العجينه وبعدين امدها. هسه اجي على فتحه الوسط، اختار وحده اضغطها اني اشيلها، اخليها هنا. بقت هذه هنا ممكن تنضاف هم تصير ويا العجينه. وهاي الثانيه اضغطها، احاول اخليها بالسنتر حتى الدائره او الحلقه تكون شبه نظاميه يعني. هاي على هالشكل نسويهن كلهن ان شاء الله. اعزائي هاي اخر اثنين، تلاحظون شلون يبقى السيفونه بالنص او القبغ، نخليه هذا واحد هنا. وهذني بالنسبه لهن ذني ممكن نقليهن على هالشكل هذا وينكلن، وممكن نجمعهن ونسويهن ويا الشنقه ذيك او العجينه حتى نمدهن مرتلخ وناكلهن او نغمسهن بالخوكلاد اللي سويناه الصوص. هسه كملنا هاي الوجبه ان شاء الله. راويكم الخطوه الجايه. اعزائي بعد ما قطعناهن على الشكل المطلوب، القوالب المطلوبه، حضرنا جدريه بيها زيت. ليش نخلي جدريه مو طاوه؟ حتى تغرق بالزيت. هذه نخلي بيها حوالي نص لتر زيت، وننتظره الى ان يحمى فدنوب الزيت. ادير وحده وحده، اتركها لما تحمص واقلبها. وبالمناسبه اود ان اشكر مره ثانيه ويوميه ودائما انا اشكرهم، الجروب مالتي اللي هم والادمن اللي هم احمد جليل وامي عطر الجنه وساره خالد. اقلبها هسه، وعباس السيد واميره نفسي واسماعيل واتش تي اي العزاوي وجميع اعضاء الجروب. اهنئهم وبارك لهم كل يوم من رمضان، ربي يوفقهم واشكر لهم تعاونهم، اشكر الجروب كله، اشكر تعاونهم والروح روح المساعده والاخوه اللي بيناتهم. ان شاء الله يا رب يدوموا عليهم. هسه هذه الدونات تقريبا جاهزه، تلاحظوها هاي وحده. اسوي الثانيه نفس الطريقه.
يعني أنا إذا أشوف الجدرية تكفي 2 أخلي 2، إذا ما تكفي أخلي 1 حتى براحتي، لأنه إذا أخلي 2 وما تكفي على يعني على مود السرعة، يعني الناس تقول لا خليها هالشكل، تلاحظوها شلون. وإن شاء الله من تكمل كلهن راح نراويكم المنظر النهائي مالتها. أعزائي بعد التجربة طلع يرهم 2 الجدرية، ممكن واحد يخلي بيه 2. هاي واحدة وهاي الثانية، وأبدي أداريهن على كيفي. لما تحمص الوجه الجواني أقلبها على الوجه الفوقاني، وتصير مثل هذني شقرة، يعني مو محترقة كلش. حتى بعدين ورا ما نكمل هذه نكملهن راح نغمسهن بالخوكلاق أو نطش عليهن الشكر الناعم، قلنا حسب المزاج، أو تضيفوا لهم أنتوا إذا تريدون من هاي التزيين مال الكيك، وتضيفوا لهم مكسرات أيضا ذكرناها هذه. وإن شاء الله بعد ما نخلص هندني كلهن نراويكم شلون نغمسهن بالخوكلاد أو الصوص مالتها مال الكاكاو. هسه إن شاء الله ربي يوفقكم كلكم وتسووها وترتاحون وتعلموها لأولادكم، البناتكم أولادكم، وسووها لأولادكم، شجعوهم على الصيام، شجعوهم على هذه الأكلات، أحسن ما واحد يطلع برا ويعني اللي مكلفة صاحب العائلة طلعتها وروحتها وجيتها. بس الأطفال يحبوها، كلش يحبوها إن شاء الله، حتى الكبار. يعني مرات واحد ويا قهوة خطار يجي أي شيء نقدمها. أعزائي كملنا الوجبة الأولى من التقلاه، وتقريبا يطلع بين 25 إلى 30 قطعة بالنسبة لهذه العجينة اللي سويناها، والصوص جاهز، والمكسرات اللي احنا نريدها جاهزة، والشكر الناعم احنا اللي نريد نخليه جاهز حسب انتو الذوق مالتكم. بالنسبة لنا راح نغمس بالصوص ونشيلها نخليها هنا جاهزة. هذه تقريبا الثانية كذلك. الاثنين جاهزين. طبعا افضل شيء يبرد هذا الدونات. يلا اغمسه بالصوص. هذه الثالثة ممكن، والرابعة اخليها اغمسها زين. هذه قسم من عندهن، هذه قسم من عندهن احنا نغمسها بالصوص وبعدين بالمكسرات. هذا فستق حلبي مبروش حسب الرغبة طبعا، مو شرط الا فستق حلبي، انتو ايش تردون. هسه هذني راح اترسهن او اغطيهن بالشكر الناعم. اخلي الشكر الناعم بيش بالمصفي، امشيها عليهم. لاحظوا أعزائي كملتها. هسه نشوف المنظر النهائي. أعزائي هاي نماذج من الدونات بعد ما زيناها قليناها وكملناها. انا قلت لكم شوي اول مره، غلطان اني، تقلاه مو شوي. وبعدين حضرنا الصوص طريقه وغمسناها بالصوص، وخلينا مكسرات قسم منهن، قسم بالصوص، وقسم خلينا من عندهن فوقهن شكر ناعم. هاي سويتها للاولاد، وهسه الاولاد يفرحون. يا ربي يفرح اولادكم ويخلي لكم اولادكم ويخليكم الهم ويعيد عليكم كل سنه وكل عام. تحياتي للجميع، تحيات عمكم وابوكم
واخوكم ابو مهند، السلام عليكم.